أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست هبة. أنا هبة وده المكان اللي بنتكلم فيه سوا عن نفسنا. هنا بنحاول نفهم نفسنا أكتر ونهدى شوية وسط دوشة الحياة، وبنتعلم إزاي نكون أحن على نفسنا في كل مرحلة بنعدي بيها. وحلقة النهاردة مختلفة شوية لأنها درس مهم اتعلمته وغير نظرتي عن الناس اللي مش شبهي وإزاي بقيت أتعامل معاهم. أنا اتعلمت درس مهم قوي، مش كل حاجة محتاجة تبرير. عارفين ايه اصعب احساس ممكن يعدي على الانسان؟ انك لما تسمع كلام عن نفسك عمرك ما قلته ولا حتى فكرت فيه، انك تتفاجئ بان اي حد شايفك بصورة بشعة، صورة مش شبهك. بتسمع وصف عنك اول مرة تسمع الوصف ده عن نفسك، صدقوني في اللحظة دي اول رد فعل بيجي في دماغك هو انك تدافع وتشرح وتبرر وتدافع وتحاول تثبت ان ده مش حقيقي وان انا مش كده. كنت اول ما حد يتهمني بحاجه فيا بجري وببقى تعبانه جدا، واحس اني لازم اتكلم، لازم اوضح، لازم اثبت، لازم اشرح. لحد ما جيت في يوم اتعلمت درس مهم جدا، ان مش كل حاجه محتاجه رد، ومش كل اتهام محتاج دفاع، ومش كل حد يستاهل انك تشرح له نفسك. لان بصراحه كده اللي عايز يصدق حاجه هيصدقها حتى لو دي مش الحقيقه، واللي مش عايز يصدقك مش هيصدقك حتى لو جبت له ألف دليل. ساعتها فهمت حاجة غريبة شوية، بس والله صدقوني هي دي الحقيقة، إن المشكلة مش فيا، المشكلة مش في شخصي ولا في شخصك أنت اللي سمعت الكلام ده عنك. المشكلة في الصورة اللي هو رسمها في دماغه عنك. دي مش قصتي ومش مشكلتي، أنا مش مسؤولة عن الصورة اللي أنت رسمتها في دماغك عني. في ناس بتحب تشوفك بشكل معين حتى لو أنت مش كده، وهيحاولوا يخلقوا الصورة دي بأي طريقة. كلمة صغيرة مثلا يكبروها، موقف يتفهم غلط، حكاية تتحكي نصها والنص التاني لأ، وفجأة تلاقي نفسك بقيت حكاية عند حد تاني من أي طرف من الأطراف اللي تعرفهم. الأصعب بقى إنك تحاول تصحح كل ده. لأ، ما تصححش أي حاجة. انت هتفضل تجري ورا كل حد وتبرر لكل شخص وتحاول تثبت انك مش الشخص اللي هو شايفه. بالعكس، الحقيقة المؤلمة شوية بقى هي اني انا اتعلمت وعرفت حاجة مهمة قوي، انك مهما عملت مش هتقدر تتحكم في نظرة الناس ليك، ولا في كلامهم عنك، ولا في تفسيرهم لتصرفاتهم البشعة. هنا بقى انا اتعلمت الدرس بجد والله. سبت كل اللي عايز يتكلم براحته يتكلم، اللي عايز يصدق يصدق. مش ضعف مني ولا استسلام، بالعكس والله العظيم ده قوة. والله انك تختار تسمع الكلام على بودانك على نفسك وتسكت وتبعد، ده اصعب اختيار. بس ساعات بيكون هو افضل حاجة انت بتعملها في التوقيت ده، لان دي والله العظيم قوة وقوة تحمل. انك مش عايز تخسر الشخص ده لاسباب يعلمها الله. الاسباب دي ممكن تكون صلة رحم، انت مش عايز تقطع الشخص ده لانه صلة رحمك فبتضطر تسكت. وانك لو واجهته باللي هو قاله هو هيطلع 100 مبرر. انت بتحاول تبرر الحقيقة، بتبرر تثبت له الحقيقة وان دي مش صورتي، بس للأسف صدقني والله هو اساسا شايف الصورة اللي هو عايز يشوفك بيها. وبدل ما افضل بقى طول الوقت في معارك واثباتات، لان ببساطه اللي عارفك بجد عارفك من غير ما تشرح له، واللي شايفك في مواقف حقيقيه هو عارف ان دي حقيقتك. اللي عاش معاك وعاش تفاصيلك وشافك وعارفك وفهمك من جواك وشايفك من جوه، هو شايف قلبك قبل تصرفاتك. ده عمره ما هيصدق اي حاجة وحشة فيك وبأي سهولة، لان في ناس كتير جدا بتسمع اي كلام وتقول مستحيل فلان ده يعمل كده. انا عارفه كويس قوي، انا فاهمه كويس قوي. حتى لو سمع حاجة هيسأل، هيديلك فرصة، هيفهمك. لكن على العكس بقى في الطرف الآخر اللي مستني عليك الغلطة اصلا هو مش شايفك كويس، هيمسك في اي كلمة ويكبرها في اي موضوع ويعمله حكاية ورواية، ومن كلمة واحدة هيبني عليها قصة كاملة ويعيشها. حتى لو هو كان كذاب وبيتهمك بالباطل، ده كمان الأصعب إن هو كمان ممكن يصدقها. بيبقى هو اللي كذبها وهو اللي ممثلها وهو اللي كتب السيناريو والحوار وبيصدقه. دي حاجة بجد غريبة قوي، صدقوني قسما بالله أنا عشتها. ساعتها بقى حتى لو اتكلمت مش هيفرق، عارف ليه؟
لأن مش بيسمع علشان يفهم، هو بيسمع علشان يثبت لنفسه إنه صح. وعلشان كده أنا بطلت أبرر أي حد، بطلت أشرح لكل حد، بطلت أرهق نفسي إني أثبت إني أنا مين ولا أنا مش كده. وبقيت مركزة كويس قوي في حاجة واحدة بس، اني عارفة نفسي كويس قوي، انا ابقى ايه وابقى مين، وعرفت قيمتي. لاني لو انا واثقة من نفسي كويس قوي وعارفة انا بعمل ايه، خلاص مش محتاجة اثبت، مش محتاجة ابرر، مش محتاجة اشرح. كفاية اني عارفة نيتي، يبقى خلاص ده كفاية عليا قوي. مش محتاجة شهادة من حد ولا تصديق من اي حد. ومع الوقت صدقوني هتكتشفوا حاجة غريبة قوي، ان كل الناس اللي كانت بتتكلم بطلت تتكلم، واللي كانت مصدقة يا اما فهمت، ومع التجارب او مع رؤيتها لمواقف معاك حتى لو من على بعد، خلاص هي فهمت الحقيقة وعرفت مين الكذاب ومين الصادق. يا اما ممكن حاجة تانية خالص، هي تختفي من حياتك تماما، ودي افضل حاجة بامان. وفي الحالتين انت الكسبان، كسبت راحتي، كسبت طاقتي، كسبت نفسي. فلو انت دلوقتي في موقف شبه ده، حد اتهمك بحاجة مش فيك، او سمعت كلام وجعك، خد نفس عميق كده واهدى، واسكت تماما وما تردش بسرعة. واسأل نفسك بس، الشخص ده يستاهل اشرح له، ولا انا ببرر لحد مش فارق معاه الحقيقة؟ ولو الإجابة التانية، يبقى اختار نفسك، اختار سلامك، اختار سكوتك، اختار صمتك. وصمتك مش ضعف، السكوت معناه هنا اني انا اكبر مني اني اشرح لك. وفي الاخر افتكر دايما اني انا عايز اشوفك بالصورة اللي انا عايز اشوفك بيها. بس في الاخر خليك فاكر ان اللي عايز يشوفك حلو هيشوفك حلو حتى في اسوأ احوالك، واللي عايز يشوفك وحش هيشوفك برضو وحش حتى لو انت ملاك. فما تعيش معركة انت اصلا مش طرف فيها، سيبهم يتكلموا وسيب الايام ترد، لان الحقيقة عمرها ما بتستخبى. خليني مركزة على نفسي، خليني على راحتي، خليني في سلامي الداخلي. مش لازم كل صوت يترد عليه، ومش لازم كل معركة ادخلها. احيانا اكبر انتصار انك تختار الصمت، واكبر راحة ممكن توصل لها لما تبطل تحاول تقنع الناس بيك وتبدأ تقتنع بنفسك. وصدقوني انا اتعلمت الدرس ده بالطريقة الصعبة دي، بس كان لازم اتعلمه. في معارك مكسبها الوحيد هي المعركة اللي انا ما دخلتهاش. مستنياكم في الكومنتات تكتبولي اتفاجئتم قبل كده وحد شافكم بصورة غريبة وكنتم مستغربين من الصورة اللي هو شخصك بيها او الصورة اللي هو شايفك بيها. ما تنسوش مواعيدي كل سبت وتلات وخميس الساعة 6، وكل أيام الأسبوع كل يوم الساعة 4:30 بنزل ريلز. أتمنى ما تنسونيش بلايك وشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل حلقة جديدة بنزلها من بودكاست هبة. والسلام عليكم.